أبو تريكة يخرج عن النص وينفعل على الهواء بسبب الشامتين في إصابة إمام عاشور، يا رب تشوف ده في أهلك. رد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على الأصوات التي تشمت في إصابة إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر بعد إصابته خلال مباراة الفراعنة أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر. وقال أبو تريكة في تصريحاته التلفزيونية: الكل يدعي لإمام عاشور، إحنا كلنا كنا بندعي لأحمد رفعت كي يخرج من المحنة اللي هو فيها، والحمد لله الأمور حاليا أصبحت أفضل. وأضاف أبو تريكة: لما تتكلم على بني آدم قول يا رب، لما تتكلم على بني آدم خلي الدعوات صادقة من قلبك، اما لو انت انسان مريض فخلي الغل ياكل قلبك. وتابع ابو تريكة وهو في حالة انفعال: اللي بيدعي على حد يا رب يلاقي دون في اقرب الناس ليه، اي حد بيشمت في بني ادم او بيدعي عليه يا رب اللي بيتمناه يجي فيه، لان الحاجات دي بتوجعني جدا وبتألمني جدا جدا. واكمل ابو تريكة: يا اخي حرام عليك، فرحان في واحد كان بكل الحيوية والنشاط وخارج من الملعب بخلع او كسر في الكتف، ايه دون يا جماعة؟ واختتم ابو تريكة: يا رب كل واحد يشمت او يتمنى المرض او الضرر لحد يبقى اللي بيتمناه في اغلى حد عنده. وارجو من كل اهلاوي ان هو شارك الكلام دون، كلام مهم من ابو تريكة طبعا عن اصابة امام عاشور والشامتين في اصابة امام عاشور، عشان كل واحد يتعظ وان شاء الله باذن الله امام عاشور يرجع باذن الله احسن من الاول ويكسر الدنيا مع النادي الاهلي. الشير يا اهلاويه، الشير واللايك اللايك اللايك.